يعني إيه لو التعلم ملوش علاقة بالموهبة لكن بالأسلوب؟ تخيل لو تقدر تدرب عقلك يركز أكتر، يتعلم أسرع وما ينساش أبدا. ده مش تحفيز، ده علم أعصاب، دي استراتيجية. الناس بتحب فكرة الموهبة الطبيعية لأنها مريحة، بتخلينا نحس إن غيرنا عنده حاجة إحنا ما عندناش. بس الحقيقة محدش بيتولد شاطر. اللي بيسموهم موهوبين هم بس بدأوا بدري وفضلوا يتعلموا بعمق وما وقفوش. الذكاء مش هبة، ده تدريب. كل مهارة بتبان فطرية هي في الأصل نتيجة تعلم اتعمل صح وباستمرار. يعني السر مش إنك اتولدت مميز، السر إنك تدرب عقلك صح. المتعلمين الكبار مش بيحفظوا أكتر، هم بيفهموا أحسن. ما بيتمرنوش أكتر، هم بيتمرنوا صح. الدماغ زي العضلة، بتقوى بالتمرين الصح. وأخطر كذبة هي إن الناس دي موهوبة وأنا لأ، لأنها بتديك عذر إنك ما تحاولش. بس لما تفهم إن مفيش حد بيتولد عارف وإن كل واحد بيغلط ويتعب في الأول، ساعتها كل الأبواب بتتفتح. اللي بينجح مش أذكى، لكن أكتر إصراراً على التعلم. والمشكلة مش في التعلم، المشكلة في التركيز. لما تدرب مخك يركز بتغير حياتك حرفياً. التركيز مش موهبة، ده مهارة بتتبني. كل عبقري كان في يوم مشتت لكنه درب نفسه، ودلوقتي دورك انت. اشترك في القناة عشان يوصلك كل الجديد، وشارك الفيديو لو حسيت انه ممكن يفيد غيرك.